تطلبه. اسكت يا حرامي. لو حضرتك موبيلاوي وماشي زمان وحابب موبيل كشركه وكمنتج نظيف وبيحافظ على عربيتك، ليه ما تستفادش من الكود المستهلك اللي هنا ده؟ ليه؟ نزل ابلكيشن مستهلك على موبايلك، تمام، واستفاد من عدد النقاط اللي هتجيلك دي، تمام. اعتبرها حصاله يا سيدي، وجمع كل ما تغير الزيت بتاعك من موبيل، اشحن الكود ده او ابعت رساله على 4432 لو ما عندكش نت او ما عندكش الابلكيشن ده. منها كمان يبقى فوتنا الفرصه على الغشاش الحرامي، لان ثمن الجيركن ده الاصلي حضرتك وصل 150 جنيه. تخيل What؟ انت بعد ما تاخد الكود ده، او لو ما خدتش الكود انا هشده وهعمل للجيركن زي ما انتوا شفتوا كده. كده فوتنا الفرصه يتباع خرده بايا كان ثمنه، وما يتباعش لمعدوم الضمير ثمنه 150 جنيه. كمان لو عندك شل برضه وزباين كتير عندك بتغير المنتج ده، بعد ما تخلص الجيركن ده ريحه نصين كده، كده مش هعرف يستخدمه تاني، وفي نفس الوقت هيبقى فوتت الفرصه على الغشاش الحرامي. نفس القصه في الموبل الكيلو او الموبل السوبر الابيض، عشان دي منتج، عشان ده اصل بيتشد بصعوبه، في غيره بيتشد بسهوله، تمام. هنشيل الكود ده. الكود الجيركن ده ممكن يوصل ثمنه 40 جنيه. شكرا، كده انتهى امره. كمان في التوتال هيشتغل برضو على لو ما فيش بركود من بالنسبه للموبيلاوي هيشتغل على الكيو ار ده. واخد بالك؟ على الكيو ار ده هيقول لك بص ده منتج اصلي وطلع على الموبايل. لا، احنا بنعمل له كده، وهنبقى فوتنا الفرصه عليه برضو، وفي نفس الوقت هنبيعه خرده ونرضي ربنا سبحانه وتعالى، وما بقاش غشينا الناس، وما خليتش الغشاش يتصل عليا ويقول لي الجراكن اللي عندك كلها انا هاخدها باي سعر انت تطلبه. اسكت يا حرامي، ابعد عني، ان احنا شغالين بما يرضي الله. خلي بالك، خليك مع البلدوزر، هتبقى دايما في امان.